في الجزء الثاني كنت قايل لك ان ابويا كان عامل عهد مع الجن القدامى السمية، وده عشان يبعث مع السحرة الاوائل لخدمة المسيح الدجال. لكن ايه رأيك لو قلت لك ان ابويا عشان يعمل العهد ده لازم يكون فيه زئبق احمر، وده عشان يرجع لملوك جن بني الطماطية شبابهم، وكمان عشان يفضلوا عايشين اطول فترة ممكنة. خليك معايا وما تروحش في حتة عشان تعرف ايه اللي بيحصل. لو اول مرة تشوفني اعمل متابعة، مش عايزك تروح في اي حتة لان النهاردة في عظمة. وكنت واقف مذهول قدام اللي بيحصل. قريني دعزر كان واقف قدام عم نصوحي، كان ما بينهم متر واحد، وقبل ما يهجم دعزر عليه فجأة ظهرت الجساسة، مسكت دعزر من رقبته ورفعته فوق، وفجأة حدفته على الحيطة. وعم نصوحي لما لقى الوضع اتبدل فجأة طلع سكينة ورشقها في بطني، ورجعت ورا من الخوف، والدم بتاعي نزل على الأرض. هنا دعزر لما شاف دمي اتجنن، لقيته مسك الجساسة من رجولها الأربعة ولواها جامد لدرجة إنها لفت 180 درجة واترزت في الحيطة ووقعت على الأرض، وكان كل تركيزها عليا أنا. أنا عارف عم نصوحي كان بيفكر في إيه وقتها. عم نصوحي كان عايز يموتني، كان عايز يضربني بالسكينة مرة واثنين وثلاثة، لكن المنظر اللي شافه قدامه وقوة قريني خليه يطلع من التربة جري، ولما جري قفل علينا باب التربة. هنا دعزر مسك الجساسة ولقيت جناحاته رايحة جاية بصورة مخيفة لدرجة إني ما كنتش شايف أي حاجة من العفرة، وفجأة لقيته ماسك راسها وعمال يجيبها يمين وشمال، وكان بيقول: اضرب يا عفار بسيفك اليمين، اضرب يا عفار بسيفك الشمال، اجعله مجبوتا مدحورا. وبمجرد ما قال كده لقيت سيوف لونها أزرق وكانت مضيئة قوي، كانت بتتحدف على الجساسة، وكانت السيوف بتيجي من اليمين والشمال، كانت بتقطع في جسمها لدرجة إنها كانت بتصرخ صرخات ما اتحملتهاش، صرخات تشق السما حرفيا. وبعد الصرخة الثالثة بالظبط ظهر شياطين من الجن الترابي وبدأوا يلفوا حوالين الجساسة وعملوا عاصفة من النار، والنار بدأت تاكل وتحرق في الجساسة لحد ما بطلت صريخ. وببص لقيت الجساسة متفحمة، وبعدها لقيتها طلعت دخان اسود واختفت. جالي دعزر وانا خلاص جسمي كان بيتصفى من ضربة عم نصوحي، عيني كانت مزغللة وما كنتش واعي، لكن كنت سامع. شفت دعزر كان مجروح جامد، وده سببه معركته مع الجساسة. قرب مني وقال لي: قوم يا هاني، من اجل جسدك، من اجل نسلك، من اجل عهدك، انا على علم بانك ستقاوم. ارجع العهود الى ميثاقها، انا لم اتركك وانت لن تترك ميثاقي. واخر حاجه شفتها قبل ما يغمى عليا عم رجب وهو بيفتح عليا التربه، وفي وقتها دعزر اختفى. عم رجب في المره اللي فاتت انقذني وانا ما كنتش اعرف، بس المره دي انا كنت عارف انه جاي، اصلا انا اللي قايل له يجي. ولما فقت لقيت نفسي في المستشفى وجنبي عم رجب الراجل الكويس اللي ائتمنته على سري وطلبت منه يساعدني وعمل اللي عليه وزياده. قال لي اول ما فقت: الحمد لله يا هاني، ربنا نجاك من الموت، الجرح بتاعك قدروا يوقفوا النزيف بتاعه. يا ابني قلت لك ادخل معاك، ليه ما خلتنيش اساعدك؟ قلت له ما كانش ينفع يا عم رجب. قول لي دلوقتي فين الازازه اللي معاك؟ قال لي ما تقلقش، في الحفظ والصون، وطلعها من جيبه. اخدت الازازه وبدات اتامل فيها، وبدات افتكر وقتها التسجيل الصوتي اللي كان موجود على شريط الكاسيت اللي كان سايبه لي ابويا، واللي سمعته قبل ما يجي لي عم نصوحي والشيخ ظافر، واللي بيه عرفت كل حاجه، واللي بيه جهزت نفسي بعدها. وعشان انت بتعرفش حاجه احكي لك كل اللي سمعته في شريط الكاسيت. ابويا كان بيقول لي في التسجيل: ابني هاني حبيبي، انا حاسس انهم هياخدوا روحي دلوقتي، هم خلاص قربوا، عشان كده عايز اقول لك على كل حاجه. انا لا كان ليا في السحر الاسود ولا قرايه كتب السحر، انا كنت بعيد عن الكلام ده كله خالص، انا كنت انسان عادي جدا، لكن كان عندي مشكله واحده: عمي سرق ارضي كلها وسافر على كندا. كنت هتجنن، قلت ازاي يسرق كل الفدادين دي ويسيب لي كام قيراط؟ قال لي يعني الكام قيراط اللي سابهم لي دول هم حقي، وبكده رضى ضميره. ساعتها يا هاني ما كنتش مصدق اللي حصل، ورحت لامك وحكيت لها، قالت لي استعوض ربنا في اللي حصل، وعمك مش جاي تاني، خد حته الارض اللي سابها لك بيعها وابتدي من جديد. بصراحه يا هاني ما كنتش عايز ابيع الارض، قلت اهو ابني عليها بيت اهو يلمنا، قلت البيت هو اللي هيسند الواحد، انما الفلوس ملهاش قيمه. وانا بحفر لقيت في مشاكل في مواسير الصرف الصحي، والعمال اللي عندي وقفوا شغل وقالوا لي عشان نكمل لازم تصلح المواسير. بيني وبينك يا هاني المواسير اتكلفت جامد قوي، وما كانش معايا فلوس تانية اقدر اجيب الناس تفحت تاني. قلت انا احفر حاجه لحد ما يجي لي فلوس، وساعتها اقدر اجيب العمال تاني يكملوا حفر. ولما انا حفرت لقيت طوبه، ولما كملت حفر لقيت سرداب،
باب سرداب. قلت ايه ده؟ تكونش اثار؟ وفعلا يا هاني لقيتها مقبره فرعونيه. ساعتها ما كنتش عارف اعمل ايه او اتصرف ازاي، ما كانش عندي خبره بالمواضيع دي. فقلت لصاحب عمري على كل اللي حصل. قلت لنصوحي ان لقيت مقبره وخايف افتحها. نصوحي قال لي في شيخ معين هو اللي لازم يفتحها، وانا عندي الشيخ ده. والشيخ اللي جه ده يا هاني كان اسمه ظافر. طبعا انتوا عارفين مين ظافر، بس نكمل. جه فعلا وعمل تعزيم وفك الرصد على المقبره. ولما فتحنا الباب لقينا تماثيل وتوابيت واقناع ذهبيه، ده غير شويه القلل المصنوعه من ذهب. نصوحي وظافر قالوا لي ياخدوا التماثيل دي وهينقلوها ويبيعوها لي، وفعلا عملوا كده. خدوا كل التماثيل ونقلوها. وبعد 3 ايام جه نصوحي وقال لي ان الشيخ ظافر اختفى ومحدش عرف له طريق. كل ما اتصل بيه التليفون بيدي مغلق. قلت له مغلق؟ يعني ايه مغلق؟ نصوحي قال لي حاولت اوصل له لكن ما عرفتش، ورحت له حتى بيته ما لقيتهوش، ولا هو ولا عيلته. من الاخر كده الشيخ ظافر هبق بالبضاعه وفص ملح وداب. وانا من كتر الصدمه يا هاني ما كنتش عارف امشي على رجليا. وعايز اقول لك دي كانت اقوى من الصدمه لما عمي سرقني. ساعتها شكيت، قلت يا ترى مين اللي سرقني، ظافر ولا نصوحي وظافر؟ يكونش الاتنين سرقوني وعملوا عليا حوار. ساعتها كنت هتجنن. ما فضلش حاجه في المقبره كلها غير شويه قلل. قلت ابيعهم وخلاص، ما كده كده خربت. وعشان انا غبي وابن 60 في 70 كلمت نصوحي تاني وقلت له اتصرف في شويه القلل اللي معايا. قال لي ماشي ما تقلقش، المره دي انا اللي اتصرف فيهم بنفسي. ولما جيت اطلع القلل لقيت في قله منهم حاجه حديد جواها سائل احمر مدي على بني. انا ما كنتش عارف الحاجه الحديد دي جواها ايه. شلتها في جيبي وقلت بعدين ابقى اشوفها. واديت كل القلل لنصوحي وخدهم مني وعمل زي ظافر هرب بيهم. يعني مش كفايه ضيع لي التوابيت والتماثيل والحاجه الغاليه، كمان سرقني في القلل، حتى في الحاجه اللي ملهاش تمن يا هاني. كنت مصدوم وببكي جامد. ما كانش معايا غير الحديده اللي فيها سائل احمر اللي موجوده في جيبي. رحت بيها على شيخ واصل قوي اسمه ايمن الجبيري. الشيخ ده ليه كرامات يا هاني ومن اصحاب الخطوه وليه تواصل مباشر مع ملوك الجن السفلي. رحت له وحكيت له على كل اللي حصل وقلت له ما فضلش معايا غير حته الحديده دي. اول ما شافها اتصدم وقال لي استنى استنى، وانت ما تعرفش ايه جوه الحديده دي؟ وقلت له لا ما اعرفش. هيكون ايه يعني؟ هنا يا هاني قال لي زبق احمر يا متخلف. قلت له زبق احمر؟ ايه الزبق الاحمر ده؟ قال لي زبق الاحمر ده كل الناس بتدور عليه. لا مش كل الناس بس، وكل ملوك الجن كمان كلهم يتمنوا يشوفوه. قلت له استنى استنى، ليه كل ده؟ هو بيعمل ايه يعني؟ قال لي نقطه واحده منه تخلي ملك من ملوك الجن يرجع لشبابه ويفضلوا خالدين مخلدين فيها لحد يوم البعث. ما كنتش فاهم يا هاني الكلام اللي كان بيقوله لي، لكن اللي كنت واثق منه ان الماده دي هتخليني في حته ثانيه خالص. والشيخ قال لي انا مش عايز منك الزبق الاحمر، انا كل اللي عايزه كرامته في مقابل انه يساعدني ويعلمني السحر الاسود وكمان ازاي اتواصل مع ملوك العالم السفلي. وطبعا هو مش هيعمل كده جدعانه، هيعمل كل ده في مقابل نقط من الزبق الاحمر. وطبعا بالنقط دي هيسيطر على اسياد الجن وهيخليهم يفتحوا لنا مقابر فرعونيه ملهاش عدد. وفعلا يا هاني هو ده اللي حصل. انا والشيخ ايمن شفنا العز كله فعلا. فتحنا مقابر وبعنا اثار وكان معانا فلوس ملهاش عدد. يعني كان معانا فلوس ملهاش اول من اخر. وانا بقيت شاطر جدا في استخدام السحر الاسود وقدرت اسيطر على قبيله بني طماطيا. والملك عصرافير ملك القبيله بقى تحت طوعي وبينفذ لي كل اللي بطلبه، وده طبعا بمقابل. وعرفت من عصرافير ان بالزبق الاحمر ده اقدر اكون من خدام الجن القدامى، واني لو بقيت خادم ليهم المسيح الدجال هيخليني ابعث تاني معاهم، وده طبعا في وقت ظهوره. ولو قدمت الولاء هيخليني ملك على مدينه ارمزاد العماد، خالد مخلد فيها لحد قيام الساعه. وافقت على العهد مع عصرافيل وكتبت العهد بالدم. لكن اللي حصل بعدها هد كل اللي بنيته. في قبيله تانيه عرفت موضوع الزبق الاحمر وهي اللي كانت عايزه تنول فرصه الخلود والبعث مره تانيه. والمرعب اكتر ملك القبيله اشمضاي، ده شيطان محارب قوي جدا. لما وصل له خبر الزبق الاحمر قتل عصرافير، وعرف من عصرافير قبل ما يموت اسمي واتاكد ان انا اللي معايا الزبق الاحمر. والاسوأ من كده ان اشمضاي ما سكتش بعد موت عصرافير، جاب القبيله بتاعته وقتل كل فرد في قبيله الطماطيا. هنا حسيت ان انا لوحدي يا هاني وان القوه اللي معايا راحت. اشمضاي شويه ويقتلني وياخد مني الزبق الاحمر وخلاص الحكايه خلصت. لكن انا عملت على الازازه رصد، واللي عمل لي رصد قبيله بني النعمان اللي كان مسيطر عليهم الشيخ ايمن. الرصد ده بيتفك بطلسم معين ولازم حد من العصب هو اللي يفكه. يعني انت يا هاني اي حد هيقرب من الازازه دي يا هاني هيتحرق الا انت. المشكله ان اشمضاي كان عايز يوصل للزيبق باي شكل لكن ما كانش عارف لاني كنت حافظه مش كاتبه، فاضطر انه يهددني
ويبعت لي خدامه من الجن، وكان بيوريني انا وامك اصعب ايام عمرنا. ابتدت بخيالات واطياف، وبعد كده بقت لعنه كل يوم اصحى عليها. كان بيعذبني، بيبعت لي خدام يضربوني انا وامك بكرابيج. ايوه يا هاني، بكرابيج الزمهرير. والزمهرير ده يا هاني كرباج مصنوع من نار جهنم، النار اللي بتتعذب فيها الجن. النار دي مذكوره في القران، وبارده جدا لدرجه انها ممكن تسيح جسمك في لحظه. كنت كل يوم اتحرق واموت واقوم، اتحرق واموت واقوم. اشمضاي كنت بشوفه في كل حته. جريت على الشيخ ايمن الجبيري عشان يلحقني، لكن لقيت البوليس ماسكه واتهم انه قتل مراته. ولما دخلوا الجيران عليه لقوه بياكل لحم مراته حي. رحت له القسم زياره، قلت له انت ايه اللي عملته ده؟ انت ازاي تاكل لحمه حيه؟ قال لي الموضوع مش كده، انا رحت اتفق على صفقه اثار جديده. ولما رجعت عربيتي عشان اروح ما لقيتش السواق بتاعي، لقيت مكانه واحد ما كانش عنده ملامح، وشه كان اسود وبس، وكان لابس جلابيه سودة كانت طويله عليه. سالته انت مين وفين السواق بتاعي؟ ولما بصيت له حسيت ان الزمن وقف. في الوقت ده في 7 شبه ركبوا العربيه معانا، والعربيه اتحركت، ولو قلت لك كانت اسرع من الطياره هتقول عليا كذاب. فجاه لقيت نفسي عند وادي عبقر في اليمن، وقلت لهم انتوا مين؟ جبتوني هنا ازاي؟ ولما كنت بزعق مسكوني وشالوني وحدفوني ببير برهوت، وقعت جوه البير لكن ما متش، وما كنتش عارف ازاي كنت عايش. فضلت هناك 5 ايام، ولا ميه ولا اكل، كنت بموت حرفيا، حتى اطرافي كانت معوجه، ما كنتش قادر اقوم. فجاه لقيت لحمه بتنزل عليا من فتحه البير. اللحم ده كان بشري، كان عباره عن ايد ورجل، واخر حاجه نزلت كانت الراس. انت عارف الراس دي كانت راس مين؟ مراتي. ايوه كانت راس مراتي. ومن كتر الجوع ومن غير تفكير بقيت انهش في اللحمه بسناني، ما هي كده يا موت. وفجاه لقيت المشهد كله اتبدل وانا موجود في شقتي، لكن المرعب اللي انا كنت قاعد في الصاله وباكل لحم مراتي. الجيران دخلوا عليا، وبعدها جه البوليس ومسكني. ما اخبيش عليك يا هاني، الموقف بتاع الشيخ ايمن كان صعب جدا. ساعتها بقى يا هاني عرفت ان انا بتعامل مع كيان سفلي قذر جدا، ومع ملك اسمه اشمضاي عارف عني كل حاجه. ولما رجعت البيت حاولت اتواصل مع قبيله بني نعمان، لكن الملك بتاعهم فاجئني وقال لي وانه مش هيقدر يخوض حرب ضده تحت اي ظرف، وانه هيكون على الحياد، واكد عليا انه مش هيقدر يحميني منه. وساعتها قلت له ممكن اعمل معاك عهد بالدم وبالزئبق الاحمر، لكن جن بني نعمان قال انه مش عايز يحصل له زي اللي حصل مع صرافير، لكن هو قال لي حضر قرينك، هو الوحيد اللي هيساعدك. قلت له انا معاك، بس القرين بتاعي لو مات الزئبق ده هحفظه ازاي؟ قال لي حضر قرين حد من عيلتك. وقتها فكرت فيك يا هاني، وفعلا اخدت القرار وبدات احضر قرينك. لكن المشكله ان هو ظهر لي بشكله الضخم وبنيانه القوي وكرباجه اللي شبه الافعى، اشمضاي ملك قبيله الشمشقيه. قال لي انا مش هلحق اكمل الطقوس وعايزني افك الرصد على الزئبق الاحمر. وقلت له لا مش هعمل كده، لو هموت مش هعمل كده. لكن هو كان مصمم يا هاني وهددني بالجساسه، اداني مهله ساعه واحده بس اراجع نفسي. في الوقت ده قلت لامك على كل حاجه، وقلت لها تكمل الطقوس من بعدي، وقلت لها حافظي على الزئبق الاحمر لان بيها نبعث مره تانية. هاني انت اللي هتكمل العهد وهترجع للي باقي من قبيله الطماطيه هيبتهم وتوحد شملهم، ولو ما قدرتش تواصل مع قبيله بني نعمان يمكن يقدروا يساعدوك. انت عارف الصعب في كل اللي بحكيه لك يا هاني ان من 2-3 جالي نسوح عشان اصالحه، وكان بيترجاني وقال لي اجيب لك الشيخ ظافر من قفاه، وقال ان القلل اللي ضحك عليها فيها ما كانتش تعمل فلوس، كانت شويه فك. قلت له انا موافق، هسامحك بس بشرط تجيب لي الشيخ ظافر. وفعلا عامل اللي قال لي عليه، نسوحي جاب لي الشيخ ظافر تحت رجلي واداني ثمن التوابيت والاثار الاولانيه. وعشان اديله فرصه ثانيه عمل لي حاجه بسطتني جدا، جاب لي عمي لحد عندي مربوط من ايديه ورجليه، وانا ما كنتش عارف هو عمل كده ازاي. عارف يا هاني انا عملت ايه في عمي؟ فرتكت احشائه كلها قدامي ورميته في الصحراء. بعدها طلب مني نصوحي والشيخ ظافر انهم يشتغلوا معايا، وانا وافقت، ودي كانت اغبى حركه عملتها في حياتي طبعا، لانه عرف عني كل حاجه، لانه عرف ان معايا الزئبق الاحمر. عارف يا هاني عرف يضربني في مقتل، اتعلم مني طرق السحر الاسود، واتفق من ورايا مع اشمضاي، واتفق معاه انه هيجيب له الزئبق الاحمر مني مقابل انه يفتح له 13 مقبره فرعونيه. اسراري كلها كانت عنده يا هاني. نسوحي غدر بيا، لكن انا بوظت كل ترتيباته ورصدت الزئبق بطلسم، كتبت في ورقه وقلت لامك تحط الورقه دي تحت كفني. هاني خلاص كلها دقايق وتيجي الجساسه، انا مستعد اموت، بس الاهم حافظ على الزئبق يا هاني. وده اللي سمعته في شريط الكاسيت قبل ما يجي نصوحي والشيخ ظافر البيت. وقبل ما يجوا انا رحت التراب واتفقت مع عم رجب ان ننزل مقبره ابويا واني ابدل الطلسم اللي تحت كفنه بطلسم تاني. اما بقى بخصوص الزئبق فهو كان جنب الكاسيت، ايوه في الخزنه الحديد. كنت عارف ايه الخطوه الجايه،
هيسحبني عم نصوحي في تربه ابويا ويخليني افك الرصد وياخد الطلسم ويروح بيه البيت عند خزنه الحديد ويحاول يردد الطلسم عشان يقدر يمسك الزئبق. عايز اقول لكم حتى لو فتح الخزنه من غير كل الهنبقه دي مش هلاقي الزئبق هناك. قصدي انا اخدتها واديتها لعم رجب وقلت له يراقب المشهد من بعيد ويخش في الوقت المناسب، وفعلا لولاه ما كنتش هطلع من التربه. هو اللي طلعني. شكرت عم رجب ورحت بعدها البيت ومعايا الزئبق وقلت خلاص انا معايا الزئبق، اخد هدومي وحاجتي واسافر. لكن لما دخلت اوضه امي لقيت جثه عم نصوحي مرميه على الارض قدام الخزنه بالظبط. كان جسمه كله محروق وراسه مقطوعه. طب اتحرقت ازاي واتقطعت راسه ليه بدل ما فيش زئبق؟ كل ده ممكن استحمله، لكن اللي شفته جنبها لا يمكن استحمله. انا لقيته قاعد على كرسي من ذهب ومعاه كرباجه، كان طويل وضخم زي ما ابويا حكى لي في شريط الكاسيت. شكله ما كانش مخيف، كان شكله جميل ولابس تاج، وكان مكتوب على التاج تاج النمرود. كان ماسك الكرباج بتاعه اللي مصنوع من الزمهرير، وحوالين الكرباج ده كان موجود ضعزر. الكرباج كان لافف حوالين ضعزر وكان بيموت. ضعزر كان بيقاوم لكن ما كانش قادر، كان بيسالم وهيموت عشان مضاي امن على الكرسي. نصوحي غبي وعشان غبائه مات في ورم. هات الزئبق يا هاني والا انت وقرينك هتحصل ابوك. وقلت له استنى بس هديك الزئبق بس على شرط. يا رب تكون القصه عجبتكم، وبشكر المعد محمود القصاص على اجتهاده معايا. وبجد يا جدعان الشير بتاعكم بسطني كتير قوي. واللي كسب في الجزء الثاني عمر اسماعيل، كسب 2000 جنيه لانه عمل شير كتير جدا للقصه وبعتوا لي على الفيسبوك. لكن الجزء ده اكتر حد هيعمل فيه شير هيكسب 3000 جنيه. عايز اقول لكم ان الجوائز هتفضل مستمره على كل اجزاء قرين ضعزر. كل الناس تعمل شير واكتر حد هيعمل شير هيكسب 3000 جنيه. وعايز اقول لكم ان الزئبق الاحمر ده فعلا موجود بس مش مع اي حد، يعني الناس التقيله قوي في تجاره الاثار. وعايز اقول حاجه اخيره، على السوشيال ميديا خيرا تعمل شرا تلقى. طبعا انا بقول كده لان اغلبيه صناع المحتوى ب100 كلمه، يعني مش مظابيط خالص، بس على قلبي زي العسل لاني بحبهم وبقدرهم، وكل واحد ليه احترامه يا بلد. انا مالك الخوف.